النهارده هنشوي مع بعض البطاطا في القلاية الهوائية كده، حاجة جميلة جدا وهتطلع معاكم دايبة وناعمة وكده جميلة جدا، دايبة دوب زي ما بيقولوا. انا عملت معاكم قبل كده فيها البصل بتاع الكشري، وعملت فيها حاجات كتير معاكم زي ما انتم شايفين. رصينا البطاطا كده زي ما انت شايفة، بس مش هنحط اكتر من كده، لان لو حطيتي اكتر من كده دور تاني هتحتاج سوا اكتر ووقت اطول. بعد كده دخلتها الاير فراير وظبطتها على بروجرام البطاطس الفريش، بياخد 38 دقيقة وعلى درجة حرارة 180. ما تزوديش عن درجة حرارة 180 عشان هي دي الصحية. بعد كده هسيبهم لنص الوقت كده وهنطلع البطاطا زي ما انتم شايفين كده. كانت البطاطا لسه مستوتش طبعا معايا قوي، فابتديت اغرزها بالشوكة كده عشان تطلع العسل بتاعها وتستوي وتدوب كده معانا زي ما انا بحبها مستوية قوي. بعد ما خلصت 38 دقيقة انا لقيتها لسه نية شوية. انا بحبها دايبة قوي يا جماعة، فزودت 5 دقايق كمان. وبعد كده طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شويت البطاطا طلعت مشوية كويس جدا. هنبدأ نفتحها مع بعض ونشوف التسوية بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين بصوا كده التسوية دايبة دوب يا جماعة، البطاطا دايبة دوب كده، حاجة كده من الآخر. وبقت أحلى بطاطا مشوية في الاير فراير، وبألف هنا.